السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنعمل الليمون المخلل ومعاه فلفل. انا غسلت الليمون والفلفل وحطيت مية على النار عشان تسخن، علشان اسقط فيها الليمون اخليه ياخد غلوة واحدة. الاول هشق الليمون بالسكينة كده من الناحية دي، وبعدين الناحية التانية هعمل حرف زائد كده اهو بالشكل ده، وهحطه في المية اللي بتغلي. واحدة كمان اهو هشقها بالشكل ده من الناحيتين كده، واحطها في المية، وهعمل كل كمية الليمون بتاعي بالشكل ده هشقه كده، وبعدين احطه في المية. المية دي بتسخن خلاص، داخلة في الغليان. الليمون ده طازة وحلو قوي في السوق اليومين دول ب20 جنيه، صحيح لسه مرخصش بس جميل، وانا قلت اجيب شوية اخللهم علشان في العيد الواحد بيحب حاجة مخللة مع الفتة وكده. كده انا عملته كله، شقيته كله وحطيته في المية، وهسيبه يغلي من 5 ل10 دقايق مش اكتر من كده، لحد لما ينفش ويفتح الحرف الزائد اللي انا عملته ده اهو بالشكل ده. شايفين لونه غير ازاي؟ حتى الاخضر منه بقى لونه اصفر وجميل كده. انا مش هسيبه كتير على النار، زي ما قلتلكوا 10 دقايق ولا حاجة مش اكتر من كده. كده هو خلاص، انا هطفي عليه واسيبه لما يهدى عشان ابتدي اخلله واوريكم نعمله ازاي. خلاص انا طفيت عليه، هسيبه بقى يهدى يبرد شوية، وبعدين نبتدي نخلله مع بعض. ادي الليمون بتاعنا بعد ما اتسلق، ادي شكله اهو، لونه كهرمان، لونه احلى كمان ما هو باين عندك في الفيديو، لونه اصفر قوي جميل. طبعا احنا سويناه زي ما قلتلك من 10 ل 12 دقيقة، خد معايا 12 دقيقة بالظبط لحد لما بقى لونه جميل كده، وسبته لما هدي وبرد شوية. ودلوقتي هبتدي اخلله مع الفلفل الجميل ده. جبت البرطمان بتاعي اهو، افتحه كده، وعندي ده ملح وعليه حبة البركة. طبعا لو عندي كمان عصفر بيبقى جميل جدا، وشطة، بس انا مش هحط شطة علشان انا حاطه معاه فلفل، فعشان ما يبقاش حراق جدا. همسك الليمونة بتاعتي كده وابتدي احشيها بالخليط بتاعي بتاع الملح وحبة البركة ده كده اهو بالشكل ده. بفتحها كده الاول واملاها، وبعدين افتحها من الناحية التانية واحط فيها. هوريكي واحدة تانية بعد كده احط في البرطمان. اعمل لك واحدة تانية دلوقتي. ادي الليمونة اهي، احنا عاملينها حرف زائد، شقيناها حرف زائد اهي، وهي مع السوا فتحت اهي زي ما انت شايفة اهو. اعملها كده واحشي الملح مع حبة البركة، وبعدين افتح العكس واحشي كمان واحط في البرطمان تاني اهو. ادي الليمونة بفتحها كده واحط فيها الملح وحبة البركة، وبعدين افتحها الناحية التانية واحط بنفس الطريقة وعلى البرطمان تاني. وهعمل طبعا كل كمية الليمون بالشكل ده اهو. هعمل لك تاني عشان تعرفي بحشيه ازاي اهو كده اهو وكده. ممكن ما تعمليش كده خالص وتحطي الملح في الاخر او في الاول في قعر البرطمان، وتحطي كل الليمون وتحطي الفلفل، وبعدين تروحي حاطه عليه الميه والخل، برضو هيبقى معاكي زي الفل. بس كده انا بحب اعمله كده بالطريقه دي اهو، بحشيه كده اهو، وبعدين كده اهو. خلاص حطينا كده الفلاش ماشي، حطينا كام طريقه كام ليمونه كده. ابتدي بقى الفلفل اهو. بصي هعمل همسك طرف السكينه كده وهعمل فيه شق صغير علشان يتخلل معايا كويس، وهقطع العنقود بتاعه كده واحطه مع الليمون بالشكل ده. هعمل كل الفلفل بتاعي اهو، اديله شقه كده بسن السكينه، واقطع القرن بتاعه كده واروح حاطه، وافضل بقى ماشيه بالطريقه دي، كام قرن وبعديه كام ليمونه وبعدين كام قرن فلفل وبعدين كام ليمونه لحد لما اخلص الكميه. ادي على الشاي دلوقتي بعد ما خلصت. ادي الليمون والفلفل بعد ما حشيته، الخلطه اللي انا عاملاها اللي هي الملح وحبه البركه اهو خلصناه.
وحطيته كله في البرطمان. دلوقتي بقى هجيب ميه مغليه وانا سايباها تبرد، هملى بيها اهو. انت منين ما كنتش هملى بيها كده، طبعا مغليه وسبتها تبرد علشان ما تعملش ريم ابيض. بس كده. دلوقتي بقى هحط ايه؟ عندي نص كوبايه خل اهي، هحطها على الوش. طبعا هو ليمون مش محتاج خل كتير، بس انا ايه بحب احطه برضه، بيدي طعم حلو قوي، بيخليه يستوي اسرع. وهحط على الوش نقطتين زيت زيتون اهو، على الوش نقطتين كده. طبقه الزيت دي بتعمل عازل ما بين الهواء وما بين اي نوع مخلل انا عاملاه، فيخليه ايه يستوي كده بامان وما يعملش ريم، بالذات في الايام الحر اللي احنا فيها دي. في بقى خطوه صغيره هعملها، استنوني لحظه واحده. هحط معلقه صغيره سكر. السكر ده هيعمل ايه؟ السكر ده كأنه ماده حافظه، وكمان هيسرع لي عمليه التخليل. بس كده المخلل بتاعنا خلص النهارده. هغطيه، هقفل كده البرطمان بالغطا بتاعه وهحطه كده. بصوا الملح راقد تحت. طيب هعمل ايه؟ هقلبه كده، اقلبه كده اهو واعدله، اقلبه كده واعدله. وزي ما انتم شايفين الغطا بتاعه محكم اهو اهو، ما اتدلقش مني ولا حاجه. بس مرتين 3 هعمله كده. ولو بعد شويه مثلا او بكره او بعده لقيت لسه في شويه ملح، اعمل نفس الحركه، هقلبه كده واعمل كده. بصوا حبه البركه والملح طلع كله من الحشو. عشان كده في الاول كنت بقول لكم ممكن تعملوا بالطريقه دي اللي هي تحشي الليمون، وممكن تحطيه لوحده في القعر وتحطي الليمون من غير ما تحشيه والفلفل عليه، او العكس تحطي الملح في الاخر. هي الليمون بتاعنا بقى لما يستوي هيبقى ده شكله اهو. ده الليمون اللي انا عاملاه اهو، جميل جدا. هطلع لكم منه طبعا ثانيه واحده. ده بقاله فتره انا عاملاه، كان اكتر من كده طبعا، كان برطمان كبير، بس ده اللي اتبقى اهو. ولا عامل ريم زي، بصوا فتحت البرطمان قدامكم، ولا عامل ريمه ولا اي حاجه اهو، زي الفل. طلعوا كده في طبق عشان اوريه لكم اهو. انا كنت بشرب معاه كمان جزر اللي هو اللون البرتقاني ده. ادي الليمون بتاعنا جميل، وكنت عاملاه بنفس الطريقه اهو، برضو عاملاه حرف الزائد اهو، وكنت سلقاه كده لمده 10 دقايق. الليمون بتاعنا ده اللي احنا لسه عاملينه لما هيستوي هيبقى شكله كده وجميل، ريحه وطعم مفيش كده، ولا اجدع محل مخللات يطلع لك اللون ده والجمال ده. طبعا ده مش هياخد معاكي وقت كتير، الليمون اللي احنا لسه عاملينه على العيد ممكن تاكلي منه. احنا النهارده فاضل 6 ايام على العيد، ان شاء الله تقدري تاكلي منه باذن الله. خلصنا الليمون اهو زي ما قلت لكم. دلوقتي بقى هنعمل حاجه مهمه جدا. عندي الميه اللي انا غليت فيها الليمون لمده 10 دقايق، بصوا بقت عامله ازاي. دي طبعا مش هرميها، دي بصراحه كنز. هقول لكم هنعمل بيها ايه دلوقتي. انا هجيب بخاخه قديمه عندي وهفضي فيها الميه دي بالراحه كده، واحده واحده. وهنعمل بيها ايه بقى؟ الميه دي هستخدمها كمعطر للتواليت، معطر ليمون قوي جدا. عايزه اقول لكم ريحته جامده جدا وانا بفضيه دلوقتي. بس كفايه كده. طبعا دلدقت شويه ميه بس مش مشكله، همسحهم. هقفل بقى كده البخاخه بتاعتي، وبقى عندي اقوى معطر للتواليت. مش هقول لك للفرش ولا الانتريه ولا حاجه، للتواليت. بصوا عامل ازاي، بصوا لونه عامل ازاي، مركز وجميل وريحته فظيعه. هبخ منه كده اهو في التواليت، هيديني ريحه روعه، سواء في القعده بتاعه التواليت نفسها او في الارضيه. يعني في الجو كده بتاع التواليت هيديني ريحه جامده جدا، ريحه الليمون القويه دي. وكمان عايزه اقول لكم على حاجه، ان ده
لو خدتيه زي ما هو كده وكملتي غليه، يعني تغليه تاني على النار مع شويه قشر ليمون يكونوا عندك مستخدماهم، حطي فيهم قشر ليمون وخليه يغلي تاني، هيبقى عندك سائل مركز جدا تعملي بيه ايه، تنضفي بيه الدهون اللي على البوتاجاز واللي بتبقى على السيراميك، الدهون الرخمه المستعصيه دي اللي بتغلبنا في الدعك بالسلكه فيها. لو عملتي بالسائل ده هتلاقيه قوي جدا على الدهون، وهيطلع لك الدهون اللي موجوده على البوتاجاز وعلى السيراميك. جربي وهتدعيلي. وكمان على الشفاط، الدهون اللي بتبقى مترسبه ومتراكمه على الشفاط وبتبقى رخمه كده ومش عايزه تطلع وبتوجع ايدينا من الدعك، بيطلعها جميله جدا. وكمان الشبابيك الالوميتال، يعني انا عندي شباك المطبخ الوميتال، بعمله بالبتاع ده قبل ما ادعكه، بروح بخاه بالسائل ده واسيبه شويه. وكمان لو عندك قشر برتقال حطيه مع قشر الليمون واغليه مع السائل ده، خليه يغلي كتير على النار، هيبقى عندك سائل مركز قوي جدا يشلك اي دهون واي حاجات لزجه كده لازقه على البوتاجاز او على السيراميك او على الشفاط. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. على فكره انا كنت عامله الموضوع ده في الفيديو لو تفتكريه بتاع بشر البرتقال، بشر القشر اليوسفي اللي احنا عملناه وبشرناه مع بعض، وهبقى احط لك اللينك بتاع الفيديو بتاعه في صندوق الوصف، ابقي شوفيه هتعرفي انا قايله لك برده على الطريقه دي، طريقه جامده جدا وهتعجبك. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، الليمون المخلل ده اللي استوى وده اللي احنا لسه عاملينه دلوقتي، وده سائل التنظيف القوي جدا ومعطر التواليت اللي ملوش مثيل. كده خلص الفيديو، شكرا ليكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.